ازاي تكون لاعب محترف زون وتكون ريفايف محترف لسكوادك وتعايش سكوادك حتى لو في الزون الأخيرة؟ تعال أقولك الطريقة سهلة جدا جدا. كل اللي هتحتاجه شخصيات مميزة ولعب وتكتيك مميز عشان تكون شخص ريفايف مميز، ويكون سكوادك مطمن يكون معاهم ريفايف ناجح. كل اللي هتحتاجه يا صاحبي 4 شخصيات، وأول شخصية معانا وشخصية ماكسيم اللي بتديك دم بسرعة وبتخليك تعبي دمك بسرعة عالية جدا جدا، والشخصية دي مهمة جدا جدا. تاني شخصية شخصية ميشا اللي بتزود سرعة الدراجة أو العربية اللي سايقها، وبتخلي الضرر مفيش حد يعرف يجيبك وانت في العربية. تالت شخصية شخصية أوليفيا، دي اللي بتزود دمك تلقائي وبتخليك تدي دم لأصدقائك ولنفسك وانت في الضرر. والشخصية الأخيرة أهم شخصية وشخصية فورد، واللي بتديك نقط صحة كل ما تدمج، تخلي صحتك تتدمج أو تتملي تلقائي من غير متعبي كعب الدم واحدة. ويلا بينا يا جدعان نشوف بقى على الطبيعة ونخش جيم كده. ده يا جدعان قررت أخش الزون، طلبت من صاحبي ينزل لي الدم السوبر معاه أو الميدكيت السوبر، وبقى نخش الزون. وأهم حاجة تفضل تدور على الأماكن اللي بيكون فيها علب الدم السوبر أو الميدكيت السوبر، تخش وتدور وتخلي اللوت بتاعك كله عبارة عن دم ومستنشق. وبس يا جدعان، أهم حاجة يكون معاك توكن كتير، وزي ما طلبت كده من صاحبي نزل التوكن منه عشان اشتري براحتي ميد كيت من اي مكان، من ماكينة او من اي حتة. ولازم يكون معاك عربية عشان تسرع معاك الجيم كده وتقدر تعبي دمك من غير ما تقف وتستنى. زي ما انت شايف كده جبت كيل، واهم حاجة بدور عليها يكون الدم والمستنشق على طول، ما بسيبش دم ولا مستنقع. هتلاقي كل اللي معايا دم ومستنشق. يلا بينا دلوقتي هنخش الزون. متفضلش في الزون على طول، عشان كل ما انت في الزون على طول بيكون دمك بينقص بسرعة. ولكن لو دخلت الزون ورجعت تاني للزون عادي يا جدعان، لازم تعملها عشان تدي نفسك فرصة للشخصيات تحمل. وبعدين خش تاني الزون عادي، هتلاقي نفسك الدم بتاعك بيتعبى تلقائي من غير ما تعبي دم خالص يا جدعان. لو انت شايف كده انا في الزون والدم بينقص حاجات بسيطة بسبب الشخصيات اللي معايا، واقدر افضل في الزون على قد ما اقدر. ولكن بحب افضل اطلع واخش الزون تاني عشان الشخصيات تحمل، مفضلش في الزون والدم يقل بسرعة، لان كل ما تكون في الزون اكتر بالدم بيقل بسرعة اكتر. زي ما انت شايف كده يا جدعان انا في الزون وبراحتي عايش. وهنا نزلت صاحبي ودخلت انا الزون بقى، هروح للماكينة دي عشان الماكينة دي بيبقى فيها ميدكت كتير وعلاج سوبر كتير. زي ما انت شايف كده انا معايا 4000 توكن، هخلصهم على الميدكت وهخلصهم على الماكينة دي، مش هسيب معايا ولا توكن. على قد ما اقدر اجيب كعبات دم سوبر يا جدعان. زي ما انت شايف كده عمال اشتري في الدم عشان اخلي معايا دم كتير عشان ما اموتش وافضل في اطول فترة في الزون. زي ما انت شايف كده هشتري كل اللي معايا بتوكن، هشتري بيهم واخليهم على الارض عشان استخدمهم براحتي، وافضل طول الجيم اقدر افوق اصحابي بالعربية. تكون عربية جنبك عشان تقدر تروح الماكينة تفوق وترجع تاني تعبي دمك بكل سهولة يا جدعان. دي اهم تكتيكات واستراتيجية تستخدمها عشان تكون شخص زون محترف. وبس كده، متنساش اللايك والاشتراك. سلام.